في فيلم تيمور وشفيقة، كان تيمور بيقول لي شفيقة مش شايفة ان انت غلطانة، يعني الغلط مني انا، طب عموما ماشي. وبعدين قال لها عموما ده اسلوبي ومش هيتغير، وانا شايف ومصمم ان انت غلطانة ولازم تعتذري، وتعتذري كمان وانت حاسة بالندم من جواكي كمان. وساعتها بقى يقبل الاعتذار يا ما قبلوش. بس لما رجعت زمان لفيلم قديم سنة 1963 اسمه فيلم الباب المفتوح، كان في حد اسمه حسين وواحدة اسمها ليلى، فكان بيقول لها أنا بحبك وعايزك تحبيني، بس مش عايزك تفني حياتك وكيانك في كياني، وأنا كان أي إنسان، يعني مش عايز ألغي شخصيتك، أنا عايز يكون ليك كيانك الخاص والمستقل، وثقتك بنفسك تبقى من جواكي مش مني ولا من الناس. ولما تحققي ده مفيش حد في الدنيا يقدر يحطمك، لا أنا ولا أي مخلوق. ايه الفرق بين حوار فيلم تيمور وشفيقة 2007 وفيلم الباب المفتوح 1963؟ هو انعكاس لانعدام الاحترام وانهيار لغة المجتمع وتدهور العلاقة بين الرجل والمرأة، من تكامل وبناء شخصية إلى تحقير ونظرة تحقير ونظرة دونية. وده اختلاف المفهوم الحقيقي للحب. ما في ناس بتفتكر إن أنا لما بحب حد بلغ شخصيته يبقى هو كله تابع ليا، وان هو ملوش كيان وملوش احترام وملوش تقدير. وبين حد عارف يعني ايه حب، يعني بقدره وبحترمه وبكمله مش بخليه محتاج لي. في ناس بتعتبر ان الحب هو انتهاء لحالة الفردانية وحالة الحرية وحالة ان انت بقيت مسؤول عن نفسك الى مرحلة ان انا يعني بسيطر عليك وبلغي شخصيتك. وفي ناس بتخاف ان الشخص الاخر يبقى مستقر او مستقل عشان ما استقلش عنه. أسف كل دي قيم مجتمعية اتغيرت وغيرت معنى الحب ومعنى الأمان. لكن القيم أو البيئة المبنية على الحب هو بيئة ناجحة. الزواج المبني على الحب وعلى الاحترام وعلى احترام فردية الآخر واحترام خصوصيته واحترام كيانه من غير ما يلغيه، هو ده الحب الناجح والزواج الناجح والحياة اللي بتستمر. فما تفكرش دايما ان انت لما بتحب حد ان انت بتلغي شخصيته او بتلغي كيانه. ايضا في الاعتذار، الانسان اللي بيحب واللي فاهم يعني ايه حب وفاهم يعني ايه علاقه صحيحه هو الذي يسرع في الاعتذار، لان دايما احنا بينا حب وموده ورحمه. لو احنا وجدنا اخرنا في الموده والرحمه والحب والحاجات دي كلها، ساعتها بقى نشوف حق وحقك، نشوف انا مطلوب مني ايه كراجل وانت مطلوبه مني ايه وانت مطلوب منك ايه كست. لكن طول ما في بينا حب واحترام وموده ورحمه، ساعتها مش هندور لا انا مطلوب مني ايه ولا انت مطلوب منك ايه، لان الحياه بينا هتبقى مليانه بالحب ومليانه بالاحترام ومليانه بالتقدير.